السلام عليكم، صباح الخير. بُص، أنا حابة صوت العصافير أوي في الbackground، فعاوزة أقول كمان إن آخر فترة حاسة إن أنا قربت من الطبيعة أكتر، وبجد حسيت قد إيه الناس اللي بتتصور مع الشجر أو مع السما أو الحاجات دي بجد بتفرق في النفسية جدًا، وبجد سبحان الله قد إيه فعلًا جميلة، قد إيه بجد فعلًا بتفرق في نفسية الواحد بطريقة مش طبيعية. أولًا كده هاسيب لكم صوت العصافير. أنا آية هويدي، للي لسه أول مرة بيشوف القناة، بنقدم محتوى من اسم القناة mix حاجات مختلفة، جوانب مختلفة من حياتنا، جوانب بقى تطوير، كتب، أفكار، خواطر، ديني، شوية حاجات كده يعني. بس اللي إن شاء الله هاكون ضامناه 100% لأي حد هيدخل القناة إن هو هيكون مستفيد، وإن هو هيقابل تجربة فيها إخلاص. ده إن شاء الله، إن شاء الله هتكون بنسبة 100% يعني، وربنا يا رب يثبتنا على ده. حاجة كمان بما إني باروح وارجع، أروح وارجع وباتأخر، اكتشفت بجد إن أنا لأ، مش مجرد حاجة أنا بدأتها أو عملتها وراحت لحالها، أو حاجة يعني كان نفسي فيها وخلاص كده ولمّا عملتها خلاص مثلًا راحت. لأ، أنا فعلًا باحب الموضوع جدًا. آخر فترة اتشغلت في حياتي الشخصية، وكنت باعمل كذا حاجة ومامي جديدة وشوية حاجات كده، كنت فعلًا باقصّر، بس حتّة جلد ذات صغنونة كده لمّا كنت باقعد مع نفسي كنت فعلًا باقعد أقول لأ، أنا معايا وقت، وأنا لمّا باعوز أدّي وقت للقناة وأدّي وقت إن أنا أنزّل حاجة، بالاقيني فعلًا ضبّطت وقتي وضبّطت يومي وعملت حاجة. ده يخلّينا نتكلّم عن أول حاجة في الخواطر اللي أنا حابة أshare فيها النهارده، وهي أحيانًا التسويف بصراحة والمثالية، يعني هُم الاتنين باحس إن هُم وجهين لعملة واحدة. فكرة إن أنا مثلًا عشان عايزة أعمل حاجة أو عشان أعمل فيديو لو هنضرب مثال على ده، بابقى عايزة أعمل له graphic حلو أوي، بابقى عايزة أعمل له مونتاج وصور وفيديوهات والناس تبقى شايفة فعلًا وتبقى طالعة بexperience كويسة من الحلقة، فده كان بيخلّيني أحس إن هو ياخد منّي وقت كبير، وبالتالي عقلي يحس إن الموضوع هيبقى كبير، وبالتالي أدخل بقى في إيه، طب هاعمله بكرة، طب هاسوّف بقى، حتى لو أنا already سجّلت باخد وقت كبير في الmontage. يعني الحلقات اللي فاتت عشان كنا بنلخّص كتاب من أهم الكتب والله اللي ممكن أي حد حتى يقرأها أو يسمع عنها، وهو كتاب Cinderella Secret، لإن هو بيتكلّم في الشخصية نفسها، تطوير النفس نفسها يعني، ودي من أهم الحاجات، لإن دي أكتر حاجة وأكتر حد إحنا عايشين معاه في حياتنا، وهافضل دايمًا أقول ده، وهافضل دايمًا أقول إن هو من أكتر الكتب اللي فهّمتني وعرّفتني عن نفسي وفرقت معايا في حياتي جدًا، وحبيت إن أنا يكون أول حاجة أبدأ بيها في إن أنا ألخّص كتب، plus إن أنا يعني عايزة برضه الناس تلاقي تجربة تلخيص الكتب كويسة، يعني شرح فعلًا يخلّيها أو يغنيها عن الكتاب، plus بقى إن هو يبقى يعني حتّة شرح كده مع جانب نفسي نhighlight عليه يعني. هو أصلًا الكتاب كلّه نفسي، فزي الفل، بجد جميل. فجزء تلخيص الكتاب ده كان بيحتاج وقت، يعني كانت الحلقة مثلًا ممكن تبقى مدتها كبيرة، فما كنتش باكتفي إن أنا أحط مثلًا صور بسيطة أو أعمله زي podcast كده، وأكيد هالاقي جمهور، بس مستحيل هيكون في 100.000.000 مصري مع الناس اللي في الوطن العربي وفي أي مكان تاني، مش هيكون في منهم 100.000 مثلًا حبّوا حاجة أو بيحبوا الحاجة اللي أنا باعملها، أو في أي حاجة common بالنسبة لنا يعني مع بعض. حسيت ده يعني عشان بيكون في وقت أو كده وأنا كمان عايزة أطلّعه بشكل كويس، فده بيخلّيني أسوّف أو بيخلّيني أتعطّل. دلوقتي لو عندنا شخصين، الشخص الأول مش عارف وجهته، مش عارف هو عايز يوصل لإيه، مش عارف إيه الحاجة اللي هو بيحبها، وممكن يكون عايش حياته كويس جدًا ومش واخد باله أصلًا إن هو بيعمل حاجة مش هي دي أحسن حاجة هو بيعملها أو بيحبها، ومبسوط وشغّال وبيكسب وكل حاجة، وده مش عيب أبدًا، دي حاجة كويسة. وحاجة كويسة إيه، يعني لو هنقول better than فهنقول دي the best بقى، دي الأحسن أو الأفضل، إن الواحد يبقى عارف هو فعلًا بيحب إيه وبيعمل الحاجة اللي هو بيحبها، مش عشان حاجة، بس علشان بجد هيفضل يروح وييجي زي ما أنا باعمل كده، وفي الآخر هيبقى عارف إن هي دي الحاجة اللي هو بجد عايزها وبيلاقي نفسه فيها، يعني هيفرق معاه بشكل تاني مختلف، هيبدع فعلًا، هيكون على الأقل الbusiness أو المجال أو الحاجة بتاعته فعلًا وهيطوّر فيها وهو مش مستني مقابل. الشخص ده إلى حدٍ ما ممكن يكون بيعاني بشكل معيّن، ولو حد كمان مش مستقر في الشغل بتاعه وبيعمل حاجة أو داير في دوّامة الحياة والدنيا، واحدة مثلًا كان ليها طموحات كتير وبعدين دخلت برضه في دوّامة الأمومة والبيت وكل المسؤوليات الأساسية للست، الدور الأساسي اللي ربنا خلقها علشانه، وده عمره ما يقلل منها ولا ينقص منها شيء أبدًا، بالعكس دورها ده أصلًا مهم وكبير. كل ما الإنسان بيبقى حاسس إن هو بعيد عن الحاجة برضه اللي هو بيحبها أو نِفْسه فيها إلى حدٍ ما،
بيبقى في يعني ممكن نقول جانب معاناة معين يعني. ولو هو مش واعي أصلًا إن هو مش بيعمل حاجة زي كده، فممكن يبقى حياته زي الفل ومش بيعاني ولا حاجة، إلا لو حاجات بسيطة يعني. الشخص التاني بقى ألا وهو ممكن أنا أكون حد منه ومعظمنا منه، اللي بيبقى عارف فعلًا هو عايز يبقى إيه، وعايز يوصل لإيه على الأقل كوجهة في الآخر، وبقى متأكد إن هو بجد عايز الحاجة دي، ودخل مثلًا إلى حدٍ ما عمل test لنفسه كده وشاف الدنيا فيها إيه. باحس إن ليه بقى بنبقى واقفين في مكاننا، أو على الأقل علشان ما نظلمش نفسنا أوي يعني، بنبقى بنتحرك خطوات بسيطة أوي. من وقت ما عرفت واتأكدت إن أنا باحب الlife coaching جدًا وعايزة أبقى life coach، قعدت كتير أوي على ما قدمت على الcourse أصلًا، قعدت كتير، في حين إن أنا لمّا قدمت اللي هو طب ما هي بسيطة أهي، هو أنا ليه اتأخرت كل ده؟ ولقيتني كمان اللي هو لأ بجد أنا ليه اتأخرت كل ده؟ وأنا كنت عارفة أنا عايزة إيه، بقى لي كذا سنة، والأيام اللي فاتت يمكن كان معايا وقت قبل ما أبقى مامي جديدة أو قبل شوية حاجات يعني. بس الحمد لله أنا دايمًا برضه إيه، عندي أن تأتي متأخرًا أحسن من أن لا تأتي أصلًا. فزي الفل. كنت دايمًا لمّا باحس إن أنا قصّرت أو مش باعمل أي حاجة بتقرّبني من الطريق ده، باحس بقى بشوية بادخّل إيه، حتّة مثالية كده، حتّة جلد ذات صغيّرة كده، اللي هو أنا فعلًا عارفة أنا عايزة إيه. طيب والطريق بتاعي ده علشان أنجح فيه، يعني ده طبعًا نقيسها علينا كُلّنا لو في حاجة معيّنة فعلًا واضحة بالنسبة لنا أو هدف واضح وإحنا عايزين فعلًا بجد نوصل له، طب ليه مش بنعمل كده؟ يعني حد أو طالبة أو أي حد في كُلّية معيّنة وعارف هو إن هو بيحبها جدًا، بيحب الكُلّية دي جدًا، والمفروض لمّا يتخرّج هيبقى الposition الفلاني والمفروض يبقى معاه skills 1، 2، 3. ليه رغم إن هو عارف كده، في ناس طبعًا مش متوجّهة، بس اللي اتوجّه أحيانًا ما بياخدش الخطوة أو بيفضل برضه الخطوة بيسوّف فيها. في حتّة بجد، بجد من الشيطان جدًا، 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 والله صعبة ومرهقة ومؤذية ومعطّلة بشكل يعني مش طبيعي. لو يمكن هنطلع بيها الوحيدة من الفيديو ده، فأنا هابقى يعني راضية جدًا، ألا وهي إن الشيطان ساعات بيخوّفنا من الإنجازات أو من الحاجة اللي إحنا عايزين نعملها. أصل هاقول حاجة، يعني لو أنا عايزة أعمل حاجة هاطوّر بيها من نفسي وهاساعد بيها الناس اللي حواليّا وحاجة فعلًا كويسة، هل الشيطان هيرضى بحاجة زي كده؟ يا جماعة بجد ما ينفعش نستهون ولا نستخف بإن الشيطان مش قاعد لنا في كل خطوة إحنا عايزين نعملها، ده ألِف ب، يعني بجد أصل يعني حاشا لله إن ربنا ينزّل أعظم كتاب على وجه الأرض يقول لنا فيه من أعظم الآيات ويحكي لنا يعني تقريبًا لو جينا نشوف لمّا يبقى مثلًا في قصة أو في حاجة الmain character بتاع الكتاب ده إن هو إحنا وعلاقتنا بالعدو بتاعنا. يعني لو جينا نبُص هنلاقي دايمًا، دايمًا هي القصص كلّها اللي في القرآن إن إحنا بشر، ربنا بيكلّم الإنسان أو بيحكي عن أنبياء معيّنين أو بيحكي عن طغاة الشيطان ضلّهم أو الشيطان عدوهم، هو الشخصيات والعدو، فالعدو كان في كل الشخصيات دي واحد. ما بجد يعني شيلوا فكرة إن الواحد مثلًا إيه ده هنتكلّم في الدين، أيوه لازم نتكلّم في الدين، وده بقى إيه، ده بقى مش أنا مش جاية أتكلّم في العمق بقى بتاع الدين ونتكلّم ديني وكده لأ، إحنا جايين نتكلّم في إن الشيطان ده العدو الوحيد. لو جيتوا بجد تتأملوا في حتة إن على مدار القرآن كله واللي ربنا عايز يوصله لنا كله، إن الشيطان عدو لكم، الشيطان عدو لكم فتخذوه عدوا، هو عدو خذوه عدو، هو عدو وعدو مبين واضح وضوح الشمس، فهو بجد بيقف لنا في كل خطوة. هاحكي لكم قصة صغيرة. أنا كنت خايفة أحفظ أو أبدأ أحفظ قرآن، وكنت حاسة إن أنا يعني في الأول كان في جروب كده لذيذ أوي كانوا بيحفظوا فبدأوا بسورة البقرة، فحسيت قد إيه ياه! سورة البقرة أنا هاحفظ سورة البقرة! إن هي صعبة وكبيرة وقد إيه الموضوع ده ممكن يبقى صعب جدًا، وقعدت بقى الشيطان إيه ما شاء الله زي الفل، يعني أنا كنت فاكرة إن هي أفكار هنا. عايزة أقول إن أي خطوة إحنا هناخدها تأكدوا مليون في المِيّة إن الشيطان قاعد لنا فيها. مرّيت بفترة شوية ما كانتش أحسن حاجة، فكنت حاسة إن أنا محتاجة أقرأ سورة البقرة. يعني محتاجة فعلًا البركة بتاعتها، فبدأت أقول طيب بما إني أنا هاقرأها، طب ما أنا أحفظها وأتابع بقى مع حد فعلًا بشكل أساسي. كلمت واحدة كنت فعلًا باتمنى إن أنا أحفظ معاها جدًا، واتفقت معاها وعملت إيه customize كده ليّا خاص بالمتابعة يعني. قُلت لها أنا هاسمّع نُص صفحة، نُص وجه بس، يعني ده اللي هاكون ملتزمة بيه، علشان برضه ما حسيتش إن أنا عايزة أتقِّل على نفسي علشان عقلي ما يسوّفش، وعقلي ما ياخدنيش في الدوّامة دي، وإن أنا مثلًا يوم ما يعني خلاص هابقى معايا وقت وحفظت وكده، هاحفظ وجه كامل، يعني ده اللي إحنا نبقى مسؤولين فيه. وقُلت الله المستعان بقى إيه، شهر، شهرين، 3 حلو، أنا المهم إن أنا إن شاء الله هاحفظها يعني.
وإن أنا كمان ألزمت نفسي، وأنا من النوع اللي لمّا بارمي نفسي في الحاجة لازم أكون ملزمة، لازم أحس إن في خطر جاي وdeadline علشان أتحرك وأبدأ آخد خطوة، والحمد لله، الحمد لله بدأت. جيت في الأول لقيتني مش باسمّع النُص زي ما إحنا متفقين، أنا أول مرّة سمّعت لها سمّعت رُبع، لقيتني باقول لها أنا هاسمّع لِك رُبع، ولقيتني فعلًا بجد حافظاه، ما أنا باقرأها. المرّة اللي بعدها لقيتني سمّعت رُبع، طَب اللي بعدها قُلت لأ بقى ما أنا هاقعد أدّي وقت فعلًا للتسميع والحفظ علشان بجد إيه، يعني أسمّع. لقيتني مثلًا في الرُبع التالت والّا حاجة أنا حافظة حاجات، بس في شوية آيات كده إيه، وفي لينكات كده بين كل آية والتانية ونهاية الآيات والحاجات دي هي اللي واقعة منّي، فلمّا أكدت عليها لقيتني برضه سمّعت وحفظت الرُبع. عاوزة أقول إن أنا تقريبًا في أيام يعني حصل فيها إجازات ولخبطة وما سمّعتش يعني والكلام ده، بس لأ، لقيتني بجد سمّعت، وسمّعت برتم إيه، رُبع أو صفحة اللي هي وِش وضهر. حتى شاركت معاها الخواطر دي في نُص ال ال في نُص الصورة وإحنا بنحفظ مع بعض في نُص المتابعة، قُلت لها: "يا رحمة أنا بجد قد إيه الشيطان كان مهوِّل وإن حفظ سورة البقرة ده حاجة كبيرة أوي، أوي. أنا عاوزاكم بقى تقيسوا ده على أي حاجة تانية أنتم بتعملوها في حياتكم." برضه بالضبط لمّا بيبقى في مثلًا أي فيديو أنا باعمل له edit أو أي حاجة، باحس إن قد إيه يا لهوي 30 دقيقة هاقعد أعدّلهم، بس لمّا بجد باقعد مش بياخدوا وقت، والله ما بياخد وقت ولا بياخدوا حاجة. فهارجع تاني لنفس الفكرة بتاعة التسويف، المثالية، الشيطان مش بيسيبنا، بيهوِّل كل حاجة، بيكبّر الحاجة وبيحسسنا قد إيه إن هي صعبة وقد إيه إحنا مش هنوصل ومش هنعمل، رغم إن إحنا already قدّامنا ناس حفظت أو قدّامنا ناس نجحت في business معيّن إحنا عارفينه، نجحت في مجال معيّن، نجحت في وظيفة معيّنة، كل حاجة بتبقى قدّامنا وشايفين already قدّامنا ناس، ومستحيل أي مجال مش هنلاقي فيه الحلو والوحش من الناس اللي يقدروا يساعدونا ويقولوا لنا التريكات وإزاي نعمل إيه، حتى لو مش حد في نفس المجال بس يقدر يقول لنا النصايح اللي إحنا ناخدها ونشتغل عليها ونوصل. فرغم كل ده ما تخافوش من أي حاجة ومن أي خطوة أنتم عايزين تبدأوها، عشان بجد الشيطان ساعات بيكبّرها. ما هو الشيطان أكيد مش هيبقى مثلًا لاقي حد عايز وظيفة أو عايز يفتح business علشان يبقى يغني نفسه ويغني اللي حواليه ويساعدهم، وهيقول له لأ. أكيد هو عايز الإنسان في أسوأ الظروف، عايزه إنسان ذليل، عايزه إنسان ضعيف، عشان يبدأ بقى يدخّله الأفكار اللي هي خلاص بقى توصّله إن أنا ليه أصلًا اتولدت وربنا خلقني ليه ويا رب أموت وشوية حاجات كده كتير يعني. فكل الأفكار دي هتدخل ليه؟ لمّا يبقى الإنسان فعلًا ضعيف، مهزوم دايمًا، مهموم، مش راضي أصلًا باللي موجود ومش بياخد أي خطوة في حياته ولا هو أصلًا يعرف أي حاجة عن نَفْسه ولا يقرّب منها. ساعات باحس إن أنا عايزة ألحق نَفْسي جري، اللي هو أنتِ هتسوّفي؟ طَب ليه؟ خلّونا نثبّت ده بجد. أنا كنت اتكلّمت في جزء في حلقات عن التسويف بشكل كامل، وآخر حلقة تحديدًا برضه أنا اتكلّمت فيها عن التسويف والمثالية وشوية كلبشات كتيرة أوي بتعطّلنا في حياتنا على المستوى الشخصي إن إحنا نتحرّك وإن إحنا نعمل أي حاجة. فبجد الحلقة اللي فاتت مهمة ويعني بجد فظيعة، لازم تسمعوها لو أنتم ما سمعتوهاش. مش عايزة أطوّل في الحلقة دي، بس على قد ما تقدروا ثبّتوا إن أنتم ما تقعوش في الفخ ده، وإن أنتم تاخدوا وتبدأوا أول خطوة في أي حاجة أنتم عايزينها. قسّموا الخطوات على قد ما تقدروا، امسكوا كده خلّوا نفسكم زي البيبي اللي بيتعلّم أي حاجة جديدة وماشيين معاه واحدة بواحدة. لو حد بيقول ما فيش في يومه وقت وما عندوش وقت لحاجة معيّنة، أنا عملت ده مع نفسي عشان أنا يعني اللي هو إيه لمّا قفشتني باقول أنا ما عنديش وقت، قُلت لي: "لأ تعالي، تعالي كده." فبدأت أصحى مثلًا لو هارتّب إن أنا أصحى من بعد الفجر أو أستغل ال3، 4 ساعات اللي قبل ما حمزة يقوم، أعمل فيهم فعلًا الحاجة اللي أنا عايزاها أو حاجة شخصية ليّا أنا كآية. لقيت لأ، بيبقى في وقت فعلًا، بس أنا اللي بابقى عايزة أنام، ولمّا بانام مش باصحى حتى يعني لأ، باصحى 12 بعد، باتأخر، ساعات بيبقى بدري على حسب بقى اليوم والإرهاق وكده. مش عايزة أطوّل أكتر من كده، بس عايزاكم بجد تبدأوا في أي خطوة أنتم عايزين تعملوها. طبعًا لو كنت منظمة كلامي كان هيبقى أحسن من كده، بس دي حسيت إن هي خواطر كده إيه fresh أوي مع صوت العصافير وتزقزق، وكمان إن هي تساعدني إن أنا أكسر حتة التسويف والمثالية. إن أنا بجد زي ما قُلت لكم في أول حلقة، أنا بجد باحب الموضوع ده وباحب المجال أوي، باحب اليوتيوب فعلًا، وده اللي خلّاني عملت حاجة خاصة بيّا، عايزة أفيد الناس على قد ما أقدر، ودي أكتر حاجة هتلاقوني دايمًا باقولها وربنا يا رب يثبّتني عليها. عايزة كل الناس بجد تبقى كويسة وتبقى في حتت أحسن، عايزة أساعد أي حد، عمري ما حاسة إن أنا ممكن أبخل على أي حد بأي حاجة أنا عارفاها،
وبأي حاجة تقدر تصلّح من حياته وتساعده في حياته الشخصية، حتى لو حياته هو لوحده هو بس، مش هو حياته واللي حواليه ويصلّح علاقاته واللي حواليه. لو أنتم جداد في القناة تأكدوا إن أنتم هتلاقوا تجربة فيها من الإخلاص أكتر شيء، وتجربة هتلاقوا فيها من التنوُّع في أكتر من مجال مختلف. هاغيب عليكم شوية هاغيب عليكم شوية وهارجع، بس إن شاء الله مش هاطوّل يعني. وإن شاء الله، إن شاء الله ما فيش بقى غياب، يعني ما عادش هيبقى في غياب زي الأول بإذن الله. وبس كده، أتمنى تكونوا حبيتوا المحتوى وحبيتوا الحلقة، والحلقة بقى الحقيقية اللي فيها محتوى بجد وحاجة قيمة هي الحلقة اللي فاتت، فهسيب لكم اللينك بتاعها وأتمنى تشوفوها. وتسلموا جدا على وقتكم، والسلام عليكم.